يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ بتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. تعالوا النهارده نعمل احلى طعميه بيتي بمنتهى السهوله. اول حاجه محتاجينها نص كيلو من الفول المدشوش منقوع ليله كامله، نقعته من بالليل للصبح. تمام، لحد ما الاقي الفوليه بالشكل ده. بصوا بكسرها بمنتهى السهوله كده. الفول كده معايا ممتاز. تمام، ولازم بغسله كويس جدا مره واتنين وتلاته لحد اما لون الميه بتاعته تبقى نظيفه وصافيه خالص. تمام كده. تاني حاجة مجهزاها نص راس توم، معايا بصلاية صغيرة، معايا حزمة من الكرات، ومعايا حزمة من الكزبرة. تمام. بس كده، دي كل المكونات السهلة البسيطة. معايا بقى معلقتين من الملح، معلقة من البابريكا والكمون والكزبرة والفلفل الاسود. تمام. هبتدي بقى اني انا كل المكونات دي هنعمل ايه؟ شغل الطعمية كله ان انت تعمليها ممتازة في ان انت تنقعي الفول كويس. نقعتيه لمدة ليلة كده تمام جدا. هبتدي بقى اول حاجة ان انا هجيب الكاتشن بتاعي، وهبتدي ان انا انزل فيه الخضار والبصل، وهنزل كمان الفول على مراحل زي ما هتشوفوا. هبتدي بس اقطع الخضار. جربوها يا جماعة، أحلى وأسهل وأنضف بكتير من بره، طعمها تحفة. هتعجبكم جدا. هبتدي بقى أضيف كمية من الفول على في الكاتشن، وابتدي أضربها. تمام كده. واضيف بقى بالتدريج. انتوا شايفين برضو ان باقي الخضار انا ما ضربتوش كله. بضيف بالتدريج. بفضل اضيف بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. تمام. هبتدي اضيف كمية تانية، وهضيف بقى الثوم، وهضيف التوابل. باقي الفول هضيف التوابل اخر حاجة، الملح والتوابل كلها. تمام كده. خلاص، دي مكان مع اخر كمية من الفول بضيف باقي التوابل بقى، التوابل كلها. هبتدي بقى اضربهم. ما تمليش وانت بتضربيها. هي بتكون الخليط تقيل شوية، بياخد وقت وعقبال ما يتضرب كويس جدا. هبتدي اني انا معليه السرعة لحد ما يتضرب كويس جدا، والمكونات كلها تختلط وتتعجن كويس جدا، تكون لي عجينة الطعمية بالشكل الممتاز ده. كده هي جاهزة معايا. هبتدي بقى اني انا هفضيها في طبق كلها. شايفين ما شاء الله ريحتها تحفة يا جماعة، وملحها مظبوط، تقدري تدوقيها لو انت عايزة تزودي الملح او حاجة. بس هي معلقتين ملح كفاية قوي على نص كيلو الفول المدشوش. هبتدي بقى اجيب اكياس، هشيل فيها الطعمية، هخزنها، هحفظها على قد المقدار اللي انا عايزاه. تمام. مش قادره اقول لكم، بتبقى حلوه قوي. بشيلها في الفريزر وبطلعها كانها لسه انتي عاملاها وصابحه. حلوه قوي قوي، جربوها تعجبكم جدا. ما تنسوش لما تعملوا كمان من النص كيلو هوريكم هيعمل لي كام كيس هشيله في الفريزر. طبعا انتي بتشيلي منه على حسب الكميه بتاعتك، يعني المقدار اللي انتي عايزاه في الكيس بتبتدي ان انتي تخزنيه. بس كده ببتدي بقى افردها في الكيس واتني الكيس. بس وبكده يكون جاهز معايا ايه؟ الاكياس كلها. هوريكم بقى عملوا معايا حوالي 6 اكياس. تمام كده. النص كيلو فول مدشوش، وحزمة من الكرات، وحزمة من الكزبرة، وشوية توابل، وبصلة صغيرة. عملوا لي 6 اكياس طعمية تحفة يا جماعة. هشيلهم في الفريزر وهحفظهم. وكمان هوريكم منها، انا شايلة منها عشان احمر. هوريكم دلوقتي. واخده بقى مقدار كده صغير. هبتدي كل الاضافه اللي انا هضيفها عليه، بضيف معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر بس. ما بضيفش ولا بيض ولا بضيف اي حاجه على عجينه الطعميه خالص. ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر وبس. هبتدي بقى اقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وكده تمام. ومجهزه معايا سمسم، ومجهزه معايا كزبره. بحب اجيب الكزبره تكون صحيحه، بحبها تكون صغيره. ومعايا كمان مكبس الطعميه بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنحمر ازاي. اول حاجه انا سخنت الزيت كويس، وبعديها هنهدي النار شويه. تمام. بحط الاول الكزبره والسمسم، وبعدين بحط عجينه الطعميه، وبحطه برضو من فوق. تقدري تزينيها بالطريقه اللي انت عايزاها، ممكن تزينيها كمان بايدك. هبتدي بقى احطها بقى في الزيت. تمام. هوطي بقى النار عشان تستوي كويس. شايفين الجمال؟
طعمها حلو قوي، جربوها يا جماعة، حلوة جدا جدا وطعمها تحفة جدا. اول بقى ما يبقى تاخد اللون الذهبي الجميل ده اطلعها على طول زي ما انتم شايفين. بيتهيألي مفيش احلى من كده، في منتهى الجمال وريحتها وطعمها روعة. طبعا بقى قدمت جنبها بطاطس محمرة وبتنجان مخلل وشوية جرجير عشان نعمل احلى سندوتش طعمية يا جماعة. ومعايا كمان طبق صغير كده من المسقعة. مش قادرة اقول لكم وجبة ولا احلى من كده. الطعمية حلوة جدا ممتازة، لو جربتيها تعمليها في البيت مش هتعرفي تاكلي بتاعت بره اصلا. البيتي تحفة وحلوة جدا وانضف بكتير واوفر كمان. شايفين جمالها؟ في منتهى الجمال يا جماعة، والطعم حكاية. هنعمل بقى احلى ساندوتش طعمية يا جماعة مع البتنجان المخلل، وكمان بقى نحط معاه حبة جرجير. مش قادرة اقول لكم على جماله. جربوا الساندوتش ده، ساندوتش جبار. بتمنى ان شاء الله تكون الطريقة سهلة وعجبتكم. اشوفكم على خير، باي باي. وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة.